السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك سني؟ أي نعم. من وين سني؟ نعم. من وين سني؟ أنا بغداد. ممكن تقرأ لي سورة الفاتحة؟ سورة الفاتحة؟ إيه؟ أي دلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. شنو هو؟ صدق الله شنو؟ صدق الله العظيم. قراءتك غلط. ليش؟ كلها غلط، بلعتك وكلمات ما ذكرتها بالسورة. شيخ علاء، أنا أتمنى شوي تعطيني من وقتك يعني، لأنه أنا عندي قصة طويلة. اي ماكو مشكلة، بعدين نوصل القصة، بس قراءتك غلط. معقولة؟ اي والله. تمام، لأنه شوي متوتر. عمر بن الخطاب كان يقرأ صراط من أنعمت عليهم. أنت ما قرأت مثل سيدك وخليفتك عمر. عمر بن الخطاب كان يقرأ غير المغضوب وغير الضالين. فعمر برواية صحيحة كان يقرأ هكذا، وأنت خالفت عمر بن الخطاب. إذا مين ناخذ قراءتك لو قرأت سيدنا عمر؟ زين شيخ، شو انت ما اعطيتنا مجال يعني، واحدة انت تستقبل مهتدين لو لا؟ ها قصدك المتشيعين؟ يعني انا اريد احتداء شيخ، بس خليني اسولف سالفتي يعني اذا تسمح لي. يلا تفضل، ما عندنا كل شيء، ما عندنا، نسمعك تفضل. يا الله. انا اذرني شويه متوتر لانه هاي اول مره اصعد وياك، انا يعني دائما كنت متابع لك الى اخره. شيخ، انا ما يعني محب لآل البيت، ويعني ابغض معاويه وابغض يزيد، مع العلم هاي في العقيده السنيه يعني اتوقع هذا الشيء ممنوع. فشيخ انا عندي بس اشكاليه اثنين عندي، بس تجاوبني عليها، واني امام 3000 شخص اني راح اهتدي كلام رجل امامك. اجاوبك بس مو اللي انت تهتدي، يعني انا اريد اجاوبك. تريد تهتدي او ما تهتدي؟ لا بالعكس، شيخ هي بها اجر لي ولك، لانه احتمال السؤال اللي ببالي هواي يعني من اخواني اللي بالسنه يريدون. اتفضل. نعم. شيخ، السؤال الاول، ما الدليل على انه الحلف بغير الله غير اشراك؟ يعني اتوقع سهله بالنسبه لحضرتك. السؤال الثاني، ما الدليل على عصمه ال بيت النبي؟ بس. طيب، أعتقد ما هو الدليل الحلف بغير الله غير الشرك؟ الدليل دليل قوله تعالى في موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حينما قال موسى بن عمران قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. المفسرين الشيعة والسنة يقولون موسى قسم بالنعمة، أي ربي وحق هذه النعمة لن أكون ظهيرا للمجرمين. فموسى قسم بغير الله فلم يستنكر عليه الله تبارك وتعالى، وإذا كان الشرك فموسى كان من المشركين حسب فهم السني. واحد، النبي محمد عند السنة وعند الشيعة يحلف بغير الله. في كتاب صحيح مسلم باب الصدقة النبي يقول أما وأبيك لتصدقنا وتنبئنا وأنت شحيح. النبي يقسم بأبو الشخص، أما وأبيك لتصدق وتخبرنا أو لتنبئنا وأنت شحيح. والنبي أيضا في كتب الشيعة قسم بفاطمة، قال بنيتي ولروحك يا فاطمة، أي وروحك يا فاطمة. وعائشة قسمت بغير الله، وعمر قسم ولروحك يا بنيتي يا حفصة، ولعمرك يا عائشة. فالصحابة كانوا يقسمون بغير الله. والحسين أيضا قسم بغير الله، قال وحق جدي رسول الله إني أنا عطشان. فإذا من الطرفين يقسمون بغير الله. فإذا كانوا مشركين فيصبح رموز السنة ورموز الشيعة كلهم مشركين، لأنهم قسموا بغير الله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هم أهل السنة ما قاعد يفرقون بين القسم الشرعي والقسم الغير شرعي. نعم، نحن نقول القسم الشرعي هو والله وبالله وتالله، يعني مخالفة هذا القسم عليه كفارة. أما القسم بالزهراء والحسين هذا مو قسم شرعي، ولكن مع العلم انه ليس قسم شرعي، ولكن لا يعني عدم الجواز. هذا ما قاعد يفهمون السنة. نعم، نحن نقول الله وبالله وتالله هو هذا القسم الذي يترتب عليه كفارة. ولكن والزهراء والحسن هل هو قسم شرعي مخالفته يستوجب كفارة؟ لا. بس هل هو بمعناته لا يجوز شرك؟ لا. فهذا المعنى. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما هو دليل على العصمة؟ العصمة دليلها عند السنة وعند الشيعة. العصمة بالأصل هي موجودة في كتب السنة، حيث عندكم أن عيسى ابن مريم معصوم من كل خطأ. طيب أنتم تقولون النبي معصوم فقط في التبليغ،
طيب عيسى عندكم في التبليغ وفي الحياة معصوم. قوله الرازي فخر الرازي بكتاب تفسير الرازي قال: ولقد سمي المسيح لأنه مسح من الآثام والذنوب، مسح. وأيضا عندكم حديث في صحيح مسلم والبخاري يقول الحديث إن مضمونه أن إبليس لا يتقرب لا لمريم ولا ولدها لعيسى بن مريم منذ الولادة إلى أن رفعه الله، فهو إذن معصوم عيسى بن مريم من كل شيء. وقيل سمي المسيح لأنه عصم من الأخطاء، فإذا أنتم كعصمة بالأساس موجودة. وقوله تعالى أقر في العصمة، قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما إبراهيم. هسه نحن نتكلم بالأساس بالأصل، هل لها أصل؟ بعدين نأتي للأئمة بالاسم. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي إبراهيم، أي في ذريتي إمام. قال لا ينال عهد الظالمين، أي يا إبراهيم الإمام عهد مني فلا ينالها الظالمين. الظالمين مفردها ظالم، ما هو تعريف الظالم؟ كل من عصى الله، أي مرتبة هذه الإمامة لا ينالها الظالم وهو العاصي. وأيضا قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فالنبي معصوم وعصمته من الله، وكذلك ولاة الأمر معصومون من عصمة النبي، لأن الواو واو مشتركة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فالله معصوم والنبي معصوم وكذلك ولاة الأمر معصومين لأنهم مشتركين بنفس الواو. إذن هذه العصمة بصورة العامة موجودة. طيب أهل البيت وين عصمتهم؟ موجودة أيضا في كتبك وفي كتبي. في كتبك ينابيع المودة للحنفي القندوزي، كتاب سني، وأيضا موجودة في كتب الشيعة في كتاب بحار الأنوار الجزء 93، وموجودة في كتاب أصول الكافي. قال رسول الله إن من بعد 12 إمام أولهم علي ثم الحسن ثم الحسين ثم 9 معصومون طاهرون مطهرون، 9 معصومون. هذا قول رسول الله. وقول علي بن أبي طالب قال يا أبا ذر ويا سلمان المحمدي إن الله قد عصمنا في الكتاب وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا إقرار من الأئمة، والقرآن أقر بالعصمة، وأهل السنة أيضا يقرون بعصمة عيسى بن مريم. تفضل. والله الشيخ يعني ما أعرف شو أقول لك، بس أسأل الله أن يمدك بالعمر الطويل ويعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. الله يسلمك. بس أريد من عندك يعني طريقة الهداية. بس يا أخي عندي كلام لا. يعني المعلومة أنا كنت يعني من المؤمنين إنه أبو بكر وعمر وعائشة إن هم صحابيين لرسول الله وما له، بس لما تابعتك وتابعت يعني هواي محاورين من الشيعة يعني دليل قطعي. ليش يا شيخ علاء؟ لأنه أنت تطلع من كتبهم، واللي يعترض على كتابه معناها يعترض على دينه، أنه الصلاة وغيره وغيره كلها في الكتب. على هذا الأساس يعني بالله العظيم، وأنت سبب من أسباب هدايتي بالله. الله يرعاك، الله يحفظكم إن شاء الله. يعني إحنا قاعدين من هنا نفتح بثوث، يعني بصراحة والله هو فقط لتبيان حقائق. يعني احنا نقول انه الكثير من اهل السنة ما واصلت لهم الحقيقة. فانت السني نوبات واحد يقول لك تريد تدخل لهذه الملة اقرأ كتبها وسترغب في كتبها. لا، انا اقول قبل ان تقرأ كتب الشيعة مجرد ان تقرأ كتب السنة انت تتشيع، بس حينما تقرأها غير تعصب، يعني تقرأها بحق. حينما اقرأ اجد النبي ابراهيم كذاب، انا اتخذ موقف. اجد ان القرآن في البخاري ومسلم محرف، اخذ موقف من هذا المعتقد. اجد ان رب له طول 60 ذراعا يضع قدمه في نار جهنم، اخذ موقف. اساءات للنبي اخذ موقف، اساءات للانبياء اخذ موقف. هو بمجرد المنصف يقرأ كتب السنة هو يكفي للتشيع. بس قبل ان تتشيع اريدك ان تتبرأ ممن كنت تعدهم خلفاء. أنا جاهز. تفضل. نعم. انت تفضل. يعني من أبو بكر إلى عثمان. اي نعم. اللهم أني أبرأ إليك أمام الشيخ علاء المهدوي وأمام 3000 شخص من أبا بكر ومن عائشة ومن عمر ومن اللهم اني بريء من عمر بن الخطاب. اللهم أني بريء من عمر بن الخطاب ومن عثمان بن عفان. ومن عثمان بن عفان. ومن عائشة وحفصة. ومن عائشة ومن حفصة. ومن معاوية ويزيد. ومن معاوية ومن يزيد. ومن تبعهم على ذلك. ومن تبعهم على ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ربي لا يوصف بشيء مما وصفه كتب السنة. ربي لا يوصف بشيء مثل ما وصفه أهل السنة. ليس له الشكل ولا الصورة. ليس له الشكل ولا الصورة. لا يحده المكان. لا يحده المكان. ولا يدركه الزمان. ولا يدركه الزمان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأبوي طاهرين. وأبويه الطاهرين. وأتبرأ من معتقد البخاري. وأتبرأ من معتقد البخاري الذي نجس أبوي النبي.
الذي نجس أبوين النبي. وأشهد أن عليا حجة الله وولي على عباده. وأشهد أن عليا حجة الله العفو شيخ وعباده. ولي على عباده. ووليا على عباده. وأشهد أن فاطمة حجة وأم الحجج. وأشهد أن فاطمة حجة وأم الحجج. وأن الحسن والحسين إماما. وأن الحسن والحسين إماما. إن قاما وإن قعدا. إن قاما وإن قعدا. وأشهد أن التسعة المعصومين بالحق. وأشهد أن التسعة المعصومين بالحق. هم حجج الله على البرية. هم حجج الله على البرية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارك الله بك وهنيئا لك وجزاك الله خير الجزاء. والله يوفقك. بعد تتعلم الصلاة كذا تكتب في اليوتيوب يطلع لك شيخ اسمه شهيد العتابي يفصل بقضية تعليم الصلاة والأحكام. يعني من شهيد العتابي؟ اي بالشرح الفقهيات وجه. شيخ بس العفو عندي سؤال بس. بالنسبة للتقليد يعني أنا ما أعرف طريقة التقليد أو الشخص أو غيره، يعني شلون تشرح لي بس لو التقليد هو فرعيات تاخذ فقط الفقهيات، أما العقيدة لا يجوز التقليد. الله واحد، النبي كذا، هذا ثوابت. أما البلاءات اليومية كالعملة بالدولار يعني نعرف الحلال والحرام. اي الحلال والحرام اليوميه البلاء، هم مو كل الحلال والحرام، لان اكو حلال وحرام اصل الائمه اصل وضعوه، فالفرعيات هم من الحلال والحرام. فعندك الفقهاء معروفين بالساحه، يعني انت قلبك اللي يطمئن اليه، يعني مثلا عندك السيد صادق الشيرازي مثلا، يعني هكذا عالم مثلا، يعني موجود السيد السيستاني مثلا موجود، اللي قلبك يطمئن اليه. نعم ان شاء الله. شيخ بس عندي سؤال اخير. طبعا انا ولو اسف طولت عليه. أنا بحب يعني الإمام وسيدي ومولاي علي بن أبي طالب من كنت من أهل السنة. أكو الصورة اللي هسه متعارف عليها اللي هي صورة الإمام علي، يعني هل هي هاي صورة؟ لا يجوز أن يقول أحد هذه صورته. طيب شيخ عادي مثلا أحتفظ بها بكفر التليفون يعني بالخلفية أو عادي من باب أنه يعني وصف الحب، من باب الحب. بس هل هو فعلا صورته؟ لا مو فعلا. لا حاشا ما شيء. نعم أنا أشكرك شيخ والله كلش ممتن لك، وإن شاء الله أشوفك بالحقيقة وأذكرك فيها وأسلم عليك. حياك الله. الله يحفظك شيخ. مع السلامة. مع السلامة.